جديدة من برنامج أناقة على راديو فهمني مع حنان أحمد. الحياة كل مادة بتزداد تعقيدا، فده بيخلي في ضرورة ملحة في الحرص على إن وجودنا في حياة بعض إننا نهون على بعض، مش نكون مصدر ضغط وتعب لبعض. ومن هنا ضرورة الوعي إن يكون في حياتنا أسوياء. أيوة، مهم جدا كلمة أسوياء، هتفرق 180 درجة. طبعا ده بشكل عام في كل العلاقات. طيب إيه هي نواة المجتمع؟ الأسرة. من هنا البداية، شريك أو شريكة الحياة. نركز كده شوية في الكلمة وخلي بالكم الكلمة من معناها، اسمها شريك الحياة، يعني انتي ليكي حياة وهو ليه حياة، وانتوا بتختاروا تكونوا مع بعض عشان تكونوا مصدر دعم وأمان وسند لبعض وقدوة صالحة لأولادكم إن شاء الله. لا بقى اسمها إنه حد يملك حد ويكون متسلط، حد يكون شايف إنه عارف كل حاجة. إحنا عايزين نكون حياة لبعض، مش نقضي على بعض. لازم اللي قدامك والكلام للطرفين، كل طرف يحترم الطرف الآخر، محدش يكون أناني بيفكر في راحته وفقط. الأنانية لا تبني علاقات سوية، فميزان العلاقات هو الأخذ والعطاء. منح الله العقل ليكون للإنسان شخصية وفكر، يستخدم عقله في الحرص على جو أقرب مما يكون للسعادة الفعلية اللي بتتبني على وجود القيم السوية في التعامل. ووعى حد يقول أنا مش فاضي للكلام ده غياب الوعي الصحيح كارثة بتؤدي لحياة تعيسة، حياة صعبة وفيها كمية ضغوطات نفسية تخلي الإنسان تعبان بجد ومش قادر يعيش طبيعي. لازم يكون في لغة حوار مشتركة، حوار هادف بناء، مش مجرد جدال عقيم لا بيودي ولا بيجيب، جدال لمجرد الجدال. هل ده هدف الحياة؟ هل ده مفتاح للسعادة؟ خلوا بالكم كويس وانتم بتختاروا، والله دي مسؤولية كبيرة. الحق بيريح، والصدق واحترام الآخر، وكل ده بيبان بالتعامل. ركزوا ان انتم تبنوا بيوت سوية، مش بيوت متكهربة. ما تقولش يلا واللي قدامي هيتغير، لا، مش بسهولة حد يتغير، وخصوصا حد تعود على الأنانية وفكرة انه حد يقول انا عارف كل حاجة، حد مش بيتطلع لحياة افضل بالافعال. اختاروا ناس دايما مصدر امان، مش تعب ومناهدة واستنزاف عشان مش فاهمين بعض. اختاروا حد على نفس التراك في الفكر والحرص على الوعي وتطبيق القيم المريحة اللي بتبني بيوت. ده الأساس، تكونوا سكن لبعض، بيئة سوية، أمانة لأولادكم ورسالتكم في الحياة. وهنتكلم إن شاء الله، ده أهم حاجة، البيئة السوية، وبيشارك فيها الطرفين مش طرف واحد بس. لسه في كلام كتير على راديو فهمني، محتاجين نفهم صح. وباي باي بقى دلوقتي.